لأول مرة نحس باللي أنا صح إنسانة ماشي مليحة وأنو أنايا مؤذية. أنا كنت نعرف باللي أنا سيئة من قبل، بصح فعلتي مع روفي صاحبتي خلتني نزيد نتأكد. تنهدت بقوة وأنا نخزر فيها، تدير لي في المكياج سينمائي كما وعدتني كل يوم، بس سكيت، ما زدتش حكيت لي على آدم ولا قالت لي حتى شي حول هذا الموضوع، وهذا ريحني في نفس الوقت خلاني نحس باللي أنا راني في طريق ماهيشي شابة، وباللي راني نغلط بزاف. خلصت لي وخزرت مع يدي اللي كانت تبان طبيعية، الجرح صغير برك. وي خلصت وراح الحال، لازم نروح دكا غدوة إن شاء الله. شفتها لمت حوايجها وفتحت الباب بالسكتة وخارجة وبين عليها الزعاف. قلت لها روفيا وقلتها بصوت حشمان ومذنب: ديزولي صديقتي، ما كانش لازم نحكي معاك هكاك. بقات عاطيتني بظهرها وساكتة وشادة البوست تاع الباب هكا وخزرت فيا. حطيتها مشي راح تديها فيا، بصح هي دارت وتبسمت لي، قالت لي بصوت عادي عادي نورمال، وعلاش حنايا صحابات باه نوقفوا مع بعضانا. هزيت راسي بإيه وقلت بصوت مذنب: أنا راح نبعد على آدم وراح نجرب أنه ننساه. طلعت راسي نخزر مع ردة الفعل تاعها، ما دارت والد، بسمت لي برك، قالت لي بصوت عادي: أحسن حاجة ديريها في جال نفسك وقلبك ريماز. هزيت راسي بإيه وردت لها بابتسامة خفيفة، ترجفت بسمت لي هي ثاني وفتحت الباب وخرجت. بقيت مدة نخزر مع الباب المغلوق، من بعدها نضت، بعدت الريدو وخزرت لبرا. نهدت بقوة وقلت بوجع في قلبي: لازم نفوتك يا آدم، لازم ننساك ونحيك من راسي. غضو من ذاك نضت بكري واستنيت روفيا تجي دير لي مكياج تاعها على يدي، بصح هذه المرة طولت شوية، بصح جات غطت لي الجرح وخرجنا مع بعضانا ورانا نحكيو على القراية حتى نسمع في أصوات من الداخل. كان بابا وصوته صوت ثلاثة واحد أخرين تاع مرا عرفتها جيدة. خزرت مع روفيا، شدت لها يدها وزيرت عليها، تبسمت لي تبسيمة خفيفة عالية: لازم تكوني قوية وتفكري واش قلتي لي البارح، ما تنسيش كلامك، ما تضعفيش. هزيت راسي بإيه فشلانة، نفست مليح وعدلت وقفتي وخرجت براس مرفوع، وأنا نقول في قلبي: ما تخزريش معاه ريماس، ما تخزريش في جهته ريماس، ما تشوفيش فيه خلاص ريماس. بقيت نعاود فيها داخل عقلي ونجرب أنو نتنفس بالعقل: خليكي هادية ريماز، صح وراهو هنا، صح راكي تحسي بعينيه يخزروا معاك، بصح ما تخزريش مع ريماز وما تضعفيش قدامه. بقيت نعاود ونكرر في الكلام، دخل عقلي هذاك الكلام حتى قدرت انه نتعامل بطبيعية وما خزرتش خلاص لجهته. سلمت عليهم وتجنبت انني نشوف فيه خلاص، وقلت لبابا بلي راني رايحة نقرا. قال لي بون كوراج وتهلاي في روحك حبيبتي، بوستو من جبهته وتبسمت له نص تبسيمة وخرجت. شديت يد روفيا اللي كانت تزير لي عليها بقوة وتدعم فيا بالكلام، نهدت بقوة وقت فت على الموقف هذا وتبسمت لروفيا اللي قالت لي صحيتي هكي قدرتي عليها، وفرحت انا وياها ورحنا كيف كيف. وانا خارجة نسمع في جيدة تقول بفرحة وهي تحكي مع بابا: سي بون وجدت كل حاجة للحفلة تاع غدوة ان شاء الله. شكرا بزاف مسيو جهاد على المعاونة تاعك. لا لا عادي مدام جيدة، راكي في مقام اختي، وفوق هذا زوجة اقرب صديق ليا، بلا مزية هذو الصوالح ما يتحسبوش بيناتنا، حنايا اهل. خزرت مع روفيا بالدموع نشوف فيها ضباب بالسباحة، كملنا طريقنا وخرجنا، ثم قدرت نطيح دموعي. قالت لي ريمس خلاص انساي، ما قدرتش انايا، حضنتها انا نبكي وهي تبكي. قالت لي لازم تكوني قوية ريماس، لازم توقفي على روحك، سيبون درك الزوج هذا واقع، وراح يدير حفلة بمناسبة زواجه مع المرأة واحدة أخرى، من المستحسن أنك ما تروحيش، فاهمة؟
ماشي محتمة ليك تواجهي هذا الشي سيرتو حاليا. مسحت دموعي وقلت بصوت مخنوق: أنا لازمني نروح روفيا، لازم، لأنه وقتها برك راح نقتنع باللي هنا لازم يحبس كل شي، هنا لازم نخرجه من قلبي، لأنه ما بقاش يخصني ولا يخص مرا واحدة أخرى خلاص. شفت معايا روفيا بتعب وقالت لي أوكي راح نجي معاك مالا. شفت معاها وقلت لها بفرحة: إيه صحة؟ قالت لي إيه شكرا روفيا ربي يخليك ليا. بعدها رحنا للافاك بالسيف لكملت المحاضرات التاوعي، لدرجة حسيت بالتعب كبير، كنت نحس براسي يثقال وتفكرت باللي رجعت نتكيف هذاك الهم. وهذا الشي أثر عليا، وواحد ما على بالو لا روفيا ولا آدم ولا حتى واحد. اللي كنا يفيق بيا آدم ما راح يتبرى مني للأبد وراح يكرهني، وهذه المرات أكدت باللي أنا صح سيئة وما نصلحش. كي ودعت روفيا من بعد رجعت مروحة للدار كنت حاسة بروحي منهكة بطريقة مشي طبيعية لدرجة أنه عينيا ضبوا. دخلت الدار وطلعت البيت ينرفد في رجليا بالسيف، وقد شفت بابا لعبتها باللي ما بيا والو وخبيت يدي. سقسني إذا نحب ناكل قلت له لا لا حابة نرقد، عييت بزاف اليوم. قال لي معلش روحي ارقدي يا حبيبي، من بعد كي طفتني راح نجيب لك الماكلة تاعك. هزيت راسي بإيه مبتهجة، ابتهاج كاذب، ايه ابتسامة مزيفة. ورحت البيتية وغلقت الباب هكا وطحت نبكي، كليت روحي بالبكا وبقيت هكاك مدة نتنفس بالثقل وراسي يدور عليا. عرفت بلي هذا أثار السلبية تاع الدخان هذاك اللي زدت عاودت رجعت لي، وتفكرت بلي ما تكيفتش عندي يومين. رحت نحوس على الدخان اللي مخبيته، لفتو بصباعي يرجفو وشعلته جاح نتكيف حتى تجي تصويرته بين عينيا. بقيت جامدة اللحظات، من بعدها هزيته وعاودت خبيته وحطيت راسي فوق المخدة نتنفس بالعقل ثقل. كنت عيانة، تحت رقدت ثمثم ونسيت ما مسحتش المكياج تاع يدي وما عقمتش الجرح ثاني. الدخان هذاك رجعت له كان مصيبة حياتي. كاين بزاف بنات يدوك للتهلكة من بعد يقول لك عادي ما يدير لك والو، البنات كاملين يتكيفوا، وهذا غلط في غلط. الطفلة كي تطيح في ديقة تحب تطيح صحاباتها معاها ما تبقاش في الديقة هذيك وحدها، عليها أي واحدة تقول لك تكيفي قولها محال محال محال، لأنه هذيك الحاجة دونجي وهي اللي راح تدمر لك حياتك. خليك آليز خليك مليحة، خاطينك الحوايج السلبية والسيئة. غدوة من ذاك فطنت براس ثقيل وعينين يحرقوا، حاسة بوحدة الصهد يخرج مني. مديت يدي هكا لجبهتي لقيت روحي سخونة خلاص راح نموت نغلي غليان. جيت نحرك يدي حسيت بروحي مانيش قادرة نحركها، رفدتها بالشوية لقيتها منفوخة ومزيرة وملتهبة. تفكرت بلي ما مسحتش المكياج وما عقمتش الجرح، خبطت جبهتي قلت بتعب وأنا يا نجرب أنه نفورسي روحي بها نقدر نوقف. وقلت اليوم لازم نكورج روحي. تفكرت بلي اليوم الحفلة تاع زواجه لازم نحضر لازم نروح. رحت شفت مع المرايا نخزر في الملامح تاعي تعبانين وعيني حمورة. ربي العالي وش ندير ماشي وقتها خلاص نبشع في ذا اليوم. نحتاج وجهي يكون صافي ومليح، نحتاجه اليوم أكثر من أي يوم مضى. رحت طول درت دوش وغسلت يدي المجروحة وعقمتها، كانت منفوخة مزيرة عليا وتوجع فيا وحتى السخانة مازالت كاينة. رحت هبطت بشوية بشوية شربت الدواء تاع السخانة وبقيت مريحة حتى هبطت لي وحسيت بروحي شوية رجعت لازم مليحة. بديت ندير في المكياج ونغطي في العيوب اللي راه في وجهي، لي صيغان اللي دايرين بعينيا هكا. شويه لقيت روفيا جاتني لابسه غوب طويله محتشمه ودايره شويه مكياج خفيف برك مع عوايدها وغوج غوز، ودايره خمارها وجت زله لدرجه ما قدرتش نبعد عيني عليها. كانت زله تقول ملاك. تمنيت اللحظه انه نكون كيفها بمظهرها وعفتها وسترتها.
شوفوا السترة كيفاش تخلي الناس يتشهاو فيها، إيه لو كان نعود أنا مش مستورة نتشهى في الناس المستورين. ما تقوليش جيت زلة للدرجة هذه، حتى راكي قريب عينيك يخرجوا فيا. ضحكت عليك لما روفيا وضحكت هي ثاني، وجات عاونتني نجبد في شعري. قلت لها انت اجمل مني، حتى ونتمنى انه نكون كيفك يوما ما. بدت روفيا تجبد لي في الخصلة تاع شعري من القدام، قالت لي بصوت وهي فرحانة: "تي يا ريماس وهذا الشي يكفي، كل شي فيك مميز، عندك طريقة مميزة في كل شي، حبوبتي ما تحتاجيش تكوني كيفي". بقيت نضحك انا وياها. من بعدها كملت لي قالت لي: واو خرجتي يا زلة، طقت لي اليوم طرت الدنيا في الحفلة. بعد ساعتين هبطنا وتلمينا أنا وبابا وروفيا وراسين بها نروحوا للحفلة اللي داروها في لاصال، ولينا ركبنا أنا وروفيا من ورا، وخويا راسيم وبابا من القدام. كنت نرجف في يدي راح يتجمدوا. حسيت باللي بدات السخانة هذيك ترجع لي، ما القرية أشربت الدواء تاع السخانة 2 مرات تحسبًا إذا طلعت لي السخانة في الحفلة. بصح هذا الشي ما دار لي والو، بديت نحس بروحي الصح رايحة نطيح وبديت نسخن. قالت لي: واش بيك يا ريماس؟ خزرت مع روحي وتبسمت وقلت بصوت خليته يبان طبيعي قدر الإمكان، ما كان والو روفيا، جيت متوترة بك. تبسمت لي وتشجع فيا، قالت لي: ما تخافيش راني معاك. هزيت راسي بإيه وتنهدت. بعد شوية كنا وصلنا ولينا خرجنا من الطوموبيل. كنت نرجف فعليا لدرجة أنه روفيا نحت لافيست تاعها وعطاتها لي. كنت لابسة غوب حمرا طويلة بصح فيها فتحة من وراء الظهر، غطيتها بشعري ولابسة طالو. دخلنا هكا وكانت حفلة بزاف شابة وأنيقة، والغنى والأمبيونس شباب. كانوا كاينين مجموعة من بنات يبانوا قدنا ولا أكثر، يضحكوا مع جيدة وهي تضحك وباين عليها بلي فرحانة ياسر. حسيت بالسطر ضربني في قلبي وروحي قاعدة تحرق فيا، حابة نموت في هذيك الدقيقة. زيرتني روفيا بعد ما حست لي باينة، تبسمت لي ودعمتني وشجع فيا مسكينة. وعرفت باللي صح خسرت كل شي في حياتي من قبل، بصح كسبت روفيا وهذا أغلى كنز عندي ونفتخر بيه. وليت رديت لها التبسيمة تاع ما كاين والو. كي جينا داخلين في ربعة، جاج جيداء كانت زلة بالبزاف الصح ينقال، وهذا الشي اللي قلقني وغمني لدرجة ما خزرتش فيها خلاص. مرتين وهي تمرحب بينا بكل ابتهاج وتقول بابا انه يروح للجهة تاع الرجال وانه انا وروفيا نجيو معاها. خزرت مع روفيا بغيظ وهي تبسم الجيدة وضربتها برجلي، ولت سكتت وزيرت شفافها وخزت لي خزة تأنيب. كي تحركت جيداء قدامنا قرصتها من يدها وهمست لها في وذنها بصدمة: تضحكي مع العدو هكذا؟ انتي يا خاينة يا روفيا. خزت معايا روفيا بصدمة وهمست لي هي ثاني: يا ابن عمي امرأة ظريفة، وش بيك وش حبيتيني ندير لها ريماس هبلتية؟ ولا ما عرفت كيفاش حتى اتبسمت لها دي زولي حبي. رحنا ورا جداء وقعدنا في بلاصتنا اللي قلتنا عليها حتى نلقاها راحت مدة وزادت جهتنا. دورت وجهي انايا ودرت روحي نخرب في التليفون تاعي نتجاهل فيها حتى لقيتها تحكي مع روفيا. وليت طلعت راسي نخزر معاهم: روفيا تحبي تشربي هذا المشروب حبيبتي؟ اكيد ميرسي بزاف، تعيشي على ذوقك. حليت عيني بصدمة وقربت من روفيا ومثلها وقت راحت جيدة: هذا اللي ما تخليهاش تلعب عليك بظرفتها، تشربي الراج روفيا. وجيت نايضة من بلاصتي حابة نخرج نتنفس الهوا تخنقت: وين راكي رايحة؟ خزرت معاها قلت لها بصوت مقدد عليها: خارجة نتنفس شوية راسي وجعني. هزت لي راسها بإيه وقالت لي: نجي معاك. هزيت راسي بليلة ورحت نمشي رافدة لغب الطويلة هذيك تاعي. ندمت اللي جيت، يا ربي وش جابني انايا. من ما شفتش هذاك الخامج، نشوف غير في جيداء وهي نتقزز كي نشوفها أجرانة منتنا. طلعت من البالكون تنفس بوجع حتى نشوف راجل واقف من هي في كوانه ويتكيف.
وقتها عرفته باللي هو أخبط قلبي في راسي. كان لابس قمجة بيضة كلاسيك وسروال جين ومشط شعره بأناقة، ولبس فيست ما هي كلاسيك ما هي سبورتيف، نص نص وصباط خفيف. شحال جا شباب، وبين الكورت تاعو باللي سبورتيف كنا تشوفوه محال تمدّوله 37 سنة، يبان تاع 27 سنة. بلعت ريقي بصعوبة وبقيت نخزر فيه وندقق، وعينيا 10 على 10 متخبية زعما باه منبانش حتى نلقاه طلع راسو على نية وطاحت عيني في عينو. للحظة وحدة تزعزع قلبي، وأنا هكاك الأفكار تدي فيا وتجيب، حتى جاني صوت ريماس راكي مليحة حبيبتي. تهزيت من بلاصتي مفجوعة، قريب ما طحت من البالكون تحت، وقلبي يخبط بقوة. حسيت بيديا يرجفوا رجليا ما همش حامليني. دورت عن جيدة اللي كانت حاطة هذيك التبسيمة الشابة المستفزة. كانت زلة لدرجة كبيرة، بصح مستفزة لدرجة أكبر. حاولت نخلي صوتي عادي وطبيعي قدر الإمكان، قلت لها: أنا عم استحقيتيني في حاجة. تبسمت مرة واحدة أخرى هذيك التبسيمة المستفزة، قالت لي: لا لا جيت تقلقت عليك برك، وقلت لقيت صاحبتي قاعدة وحدها جيت نطمن عليك. قلت لها: يعطيك الصحة. باختصار، وجيت رايحة راجعة. علاش تكرهيني ريماس؟ نظن ما درت لك حتى فعل ماشي شباب. من نهار تعرفنا لأول مرة وقت لقيتك مع آدم حبيبي، حبست في بلاصتي ودورت عندها. أصلا كان الكورت تاعي تشنج. حبيبي، حبيبها، جات يومين ولا حبيبها وأنا واش؟ لا راكي توهمي برك، أنا يا ما نكرهكش، علاش راح نكرهك مثلا؟ قلتها بغيظ وابتسامة صفرة. ولات هي هزت راسها وقالت لي براحة: الحمد لله حسيت أنك مكيش متقبلتني زوجة لآدم، لأنه نظن تعتبريه في مقام باباك بما أنه كان معاك من صغرك ويدعم فيك. حسيت بالنفس تاعي أجمد وعيني يضبوا، عدت نشوف فيها فلو. واش راهي تقصد بابا؟ شكون هي حتى تحدد علاقتنا وتقول لي باباك؟ شكون هي أصلا؟ غيرت تبسيمتي على وجهي، قلت بنفس مغمومة: كنت على بالي إذا بقيت مواجهتها أكثر راح نتضارب أنا وياها. روفيا تستنى فيا، لازم نروح لها. هزت لي براسها بأوكي، وأنا كملت طريقي عند روفيا اللي كانت قاعدة تحكي في التليفون. من بعد خطر على بالي فكرة وما قدرتش نشد روحي عليها. دورت لقيت واحد ما يخزر معايا كامل لاهين. خرجت بالتخبية نتسربت هكا من الباب إلا وراني، ومنو للجغدة اللي كان قاعد فيها آدم يتكيف. كي وصلت حمدت ربي أنه لقيته مازال ثم حسيت بقلبي اتزعزع داخل صدري. مشيت خطوة وللحظة حسيت برجليا ثم جتهم لاكروم، ما قدرتش نتحرك. مشي راح يرفدوني خلاص. هزيت راسي في السما وقعدت نتنفس بالعقل حتى تمالكت أعصابي. وقبل ما ننسى روحي كنت بعت الروفية ميساج وقلت لها باللي كانت جيدة تسقسي عليا، قولها باللي راني في التواليت. خذيت نفس طويل ياسر نعمر في الرية تاعي وخرجت نمشي هكا بالشوية. لقيته دار حاير اللي عندي. ريماس، قالها متعجب. كملت أنية مشيت لعنده وتبسمت: وي ريماس. حسيته للحظة خزر معايا من فوق لتحت وعينيه ذبالو كانوا يلمعوا بطريقة خلات فراشات قلبي يلعبوا. بلعت ريقي وقلت له بصوت فيه رجفة واضحة خلته يخزر فيا مليح بنفس النظر ذبلانة. جيت نطلب في السماح منك على فعلتي السابقة وعلى قلة تربيتي وعلى هوسي بيك، بصح أنا رمشت بشفاري وقت ضربتني ضبابة في عينيا خلتني نشوف غمامة. مديت يدي لجبهتي لقيتها النار شاعلة فيها. ثم وين توليت باللي طول الوقت هذا كانت السخانة تقوى وأنا مانيش فايقة. زيرت وقفتي نختصر في كلامي: أنا نوعدك راح نبعد على طريقك. ضربتني واحد الفشلة وحسيت بالكور تاعي ثقال، ما قدرتش نشد في روحي وطحت لتحت.
ريماس ريماس. غمضت عينيا وحليتهم بقوة. وقت سمعته يعيط باسمي مفجوع، رفدت راسي وخزرت فيه. كان قريب، قريب بزاف. شفت هكا مع عينيه وقلت بتعب وهون. أنا راح نبعد من طريقك آدم، وعد ماشي راح نزيد نعذبك أكثر من هكا لأنه نحبك. ما حسيتش بروحي غير رفدني بين يديه وصوته قريب من وذني يعيط بخشونة وقلقة. راهي النار شاعلة فيك يا حمارة، علاش ما قلتيش باللي راهي جيتك سخانة؟ كانت آخر كلمة سمعتها وغمضت عينيا بعدها. بعد مدة منشي عارفة شحال نحس غير بحاجة ثقيلة فوقي، وبحاجة مزيرة تحرق فيا وتوجع فيا. فتحت عينيا بالسيف لقيت يدي اللي توجع وتحرق. جيت راح نتقعد حتى حسيت بثقل فوق رجليا. تحلوا عينيا على طولهم وقت لقيت آدم راقد عند رجليا وبين عليه التعب. قعدت نشوف في عينيه، هذا وراني نشوف في ملامحه مليح وقريبة. قلبي كان يخبط لدرجة نسمع في دقاته في أذني من الداخل. مديت يدي هكا ترجف، مقدرتش نقاوم وحطيتها على شعره الكحل الطويل شوية لرطب، وبقيت نمسد فيه بالشوية من فوق برك للتحت. كنت نتنفس بالزربة من الفرحة. تمنيت انه يبقى هكا وما يفتحش عينيه لمدة أطول. مستغل الفرصة أنايا وجامي هذه الفرصة راح تجيني. وأنا هكاك نلعب له بشعره حتى وقت سمعت صوت مبحاح من الرقاد وليت جبتها بحشمة وقلت بصوت يرجف لا أنا جيت راح نفط نكبرك. ما كنتش نمس في شعرك كيما راك تتخيل نتايا. طرطق عليا بالضحك بطريقة خلتني هزيت عينيا نخزر معاه. هو يضحك هذيك الضحكة اللي قليل من يضحكها واللي خلت قلبي يرقص داخل صدري. من بعد تنهد ودار ليا ودار يده هكا على خده، بقى يخزر معايا وهو ساكت. يعني الصمت هو سيد الموقف. خزرات عميقة. قلت له وشنو؟ قلتها بعد مدة من وأنا ثانية مرجعت له نفس النظارات. وقد حسيت بروحي راح ننهار تحت القوة تاع النظارات الغامضة تاعو. فجأة قرب من وجهي بعينين مذبلين لدرجة أنه عقلي ولا يدير في إشارات الإنذار ويعيط أنه راح ننهار. قال لي على بالك، جيت حاب نعرف إذا حبك ليا مجرد حب أبوي، لأنه أنا كنت دايما في حياتك وكنت دايما ندخل فيها ونجبدك من الصوالح اللي ماشي شابة، ولا حب مرأة للرجل. ولهنا نكون كملنا الجزء تاع اليوم. نتلقاو في الجزء الجاي إن شاء الله. ما تنسوش لي جيمو لي كومنتار الشابين تاعكم، أكيد البارتاج. والناس اللي مش مشتركة نقولكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس بيوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.